مش عارفة يا ادم، انا بحس ان وجود البني ادم مش بوجوده الجسدي يعني. انا رايي، انا بشوف انه مثلا ساعات immediately بيحصل موقف ببقى محتاج حد. هو ممكن يكون في فرق توقيت مثلا في المكان، فهو مش موجود دلوقتي. انا دلوقتي حالا عايز انزل، مخنوق عايز انزل اعمل حاجه دلوقتي حالا، فهعدي عليها اخدها ونعمل كذا كذا كذا. انا دلوقتي حالا عايز اكلمها في التليفون، حصل كارثه، حصل حاجه فرحتني، مروح متضايق عايز افضفض، ممكن يكون هي مش متاحه في الوقت ده، في فروق توقيت، في شغل، في نايمه بتاع، معرفش ايه. فساعات انه بحس انه مع الوقت غصب عني ممكن يبقى في اشخاص في الاوقات دي بتحل محلها. موافقة جدا على فكرة. طيب. لا، موافقة جدا على اللي انت ها. بتقوله. ماشي، خلينا متفقين برضو ان كل حاجة بيبقى ليها ضريبة. مم. يعني لو حاجة مش طبيعية، مم. ان احنا نبقى كل حد في بلد، دي مش حاجة طبيعية. مم. مش واردة انها تحصل كل يوم. مم. بس لو اتحطيت فيها انا متقبلاها عادي. مم. انا هبقى متفهمة ان دي ضريبة، ان انا حبيت حد او وافقت ابقى مع حد هو بعيد عني. مم. فانا هبقى فاهمة ده، مم. وفاهمة عواقب الموضوع، ان انا في اوقات هو مش هيبقى موجود فيها. مم. بس مش عارفة يا ادم، انا بحس ان وجود البني ادم مش بوجوده الجسدي يعني. مم. لا، وجود البني ادم دايما مش ان انا وقعت في مشكلة فهو جالي.